السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في جديد أخبار المغرب اليوم، وهذا أبرز عنوانها: مقتل ممثل مغربي مشهور بواسطة ساطور. قبل ما نبداو دعمونا بالاشتراك في القناة وديروا لايك الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد أخبار المغرب اليوم. وفي التفاصيل، لقي الممثل المغربي المعروف باسم زكريا حتفه عشية أول أمس بعد تلقيه لضربة في الرأس بواسطة ساطور أي شاقور داخل شقته بحي بالدار البيضاء. وأفاد مصدر أمني أن الممثل المغربي الضحية عثر عليه مقتولا نصف ساعة قبل أذان صلاة المغرب، مشيرة إلى أنه وجد غارقا في بحر من الدماء، ولم تتمكن المعطيات الأولية التي عثرت عليها الشرطة من تحديد هوية الجاني أو الجنات. وأفاد المصدر الأمني أن الضحية الأرمل البالغ من العمر 63 سنة يعيش بمفرده في شقة الموجودة في حي بورنزيل، عمارة 7 باب رقم 4، موضحا أن جميع أبنائه يعيشون خارج أرض الوطن. وفيما نقلت جثة الضحية إلى مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء، وذلك من أجل تشريحها وتحديد أسباب الوفاة. وباشرت عناصر الشرطة القضائية لأمن ابن مسيك سيدي عثمان التحقيق في ملابسات الحادثة لمعرفة الجاني أو الجنات. يذكر أن الممثل الضحية شارك في العديد من المسلسلات المغربية، منها مسلسل 6 من 60، إلى الجانب الممثل عبد القادر مطاع، واشتهر بأدوار كاميرا خفية أيام زمان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ما تنساوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.